مساء الخير. كل عام وأنتم بخير. الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. أنا بشوف إن احنا بنحتفل من السنة اللي فاتت في ظروف استثنائية، ظروف بتخلينا نتدبر الأمر ونفكر بشكل مختلف. وأنا هنا بطرح تساؤل مهم جدا: هل تأثير أكتوبر الحقيقي وصل للجيل اللي بكرة الصبح لو تجددت أي اشتباكات أو حصل أي اعتداء خارجي هيبقى منوط بحمل السلاح؟ هل الجيل ده وصل له تأثير أكتوبر الحقيقي؟ أنا مواليد الثمانينات، وبشوف إن تأثير أكتوبر وصل لي بشكل مقبول. مواليد التسعينات برضو ممكن يكون وصل لهم تأثير أكتوبر بشكل مقبول، ولكن اللي أنا واثق منه إن تأثير أكتوبر ما وصلش بالشكل الأمثل لمواليد بداية الألفية الثالثة، اللي هو جيل السوشيال ميديا بقى. احنا اتربينا على بعض الأعمال الأدبية والفنية والسير الذاتية لقدامى المحاربين، رسخت جوانا عقيدة معينة تجاه أكتوبر، ادتنا مناعة ضد السوشيال ميديا فيما بعد. السوشيال ميديا اللي كلها تزييف وتضليل، بس الانتاج ده ما بقاش مبهر لجيل السوشيال ميديا. الناس بقى اللي اتولدت في خضم السوشيال ميديا، العطاء الادبي والفكري والفني القديم ده خلاص ما بقاش مبهر ليهم وغير مؤثر، واحنا ما عندناش جديد للاسف. ودي نقطة احنا ادام عدو يدركها جيدا وبيشتغل عليها وعارف هو بيعمل ايه، وده بيفسر في وجهة نظري حالة الهياج اللي فيها اسرائيل منذ الذكرى 50 لحرب اكتوبر السنة اللي فاتت وما تلاها. وانتاجهم بينزل بشكل مختلف ومبهر. السنة اللي فاتت نزل في الذكرى 50 فيلم جولدا، فيلم مهم جدا، في كم ابهار وكم تزييف للحقائق كبير جدا. وانا يمكن وقتها شفته وعملت ريفيو عنه، موجود حاطط الفيديو بتاعه في اول تعليق السنة اللي فاتت، بوضح فيه كم التزييف والتضليل اللي فيه، اللي هو ببساطة شديدة هو بيختصر الامور في ان اسرائيل انتصرت في هذه الحرب. ده بيخلينا نعيد التفكير في انتاجنا الادبي والفني والفكري. احنا بقالنا سنين بنعمل ندوات عن حرب اكتوبر، بنشوف ناس شعرها ابيض من قدامى المحاربين وليهم كل الاحترام والتقدير طبعا، بيحكوا بطولات ولكن بيكلموا بعض ومفيش اي تواجد لاي شباب خالص. وده امر طبعا خطير جدا. بس يمكن تجدد الامل عندي شويه. كنت السبت اللي فات في حفل توقيع لمجلد مهم جدا، عبقرية أكتوبر، للأخ العزيز والكاتب الصحفي الكبير شريف عارف. كانت احتفالية جميلة جدا بحرب أكتوبر، وشفت فيها تنوع شوية بقى، من أول الندوات أو الاحتفالات الخاصة بحرب أكتوبر اللي أشوف فيها تنوع في الحضور بصراحة. كان في شباب، وده اللي أثار التساؤل ده عندي. ويمكن برضو في حتة المجلد ده تحديدا عبقريته كانت في نقطة ان هو يعتبر ألبوم صور تذكاري في المقام الاول. يمكن الصور بتجذب مختلف الاعمار، النوستالجيا بتاعت الصورة كده بتخليك تدور فيما وراء الحدث. بس برضو مازال العطاء الادبي والفني والفكري قليل ومحدود وغير مناسب للفئة المستهدفة. احنا عايزين الفئة دي، واللي لازم يكلمها من هنا ورايح بقى شباب قريبين منهم في السن علشان يقدروا يوصلوا التأثير بمصداقية. أتمنى إن احنا يكون عندنا أعمال ترقى لمستوى الحدث وتفي باحتياجات الفئة المستهدفة، اللي زي ما قلت لو حصل أي اعتداء علينا بكرة الصبح هي دي الفئة
اللي هتكون منوطة بحمل السلاح، واللي لازم تترسخ عندها عقيدة أكتوبر بشكل حقيقي ومقبول. يعني ده رأي شخصي طبعا، وأنا برحب بالمناقشة حوله في أي وقت. خالص تحياتي وتقديري للجميع، وكل عام وأنتم بخير.